السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة مولاة العطرية. اليوم بغيت نشارك معكم في هذه السلسله التعليميه اللي غادي نبداوها هذا النهار هذا بسكينجبير. بطبيعه الحال سكينجبير ملي كنمشي للسوق راه كنختار نوعيه جيده، وراه فيه تقريبا شي 3 ديال الانواع. المهم كناخذوا النوعيه اللي هي جيده، وبطبيعه الحال كنقلبوها اللي ما تكونش فيها الغموله، ما تكونش مضروبه، يعني بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نراعيو اللون يكون زوين ناصح. وصافي ملي كنجيبوها للدار كيف كتشوفوا معايا كنديرها في البانيو، كندير عليها الماء صافي، وكنبدا كنحاول شي شويه كنحكها بيدي. تقدروا ديروا حتى شي شيته هكا اللي تكون نقيه، تقدروا تحكوها لحقاش كيكون فيه داك الخيوط اللي كيكون داك التجاعيد اللي كيكونوا فيه، فكيكونوا كيجمعوا التراب. يعني كتعرفوا بان السكينجبير كيخرج من الارض، يعني ضروري كيكون فيه التراب. المهم كنبداو كنحكوه مزيان حتى كنحيدوا منه التراب، ولكن ما نبالغوش في الحكان لان نقدروا نحيدوا ليه القشره ديالو، والقشره بطبيعه الحال راها مهمه. المهم كنبداو كنحكوا فيه مزيان، نشوف الوسخ اللي كيبدا كيخرج منه. هاد العمليه كندير بها 2 المرات ولا 3 حتى كيبقى يخرج ليا الماء نقي. بالنسبه للسكينجبير راه هو من اكثر المكونات اللي كنستعملوها في المطبخ يوميا، وبزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش باللي راه كيدخل حتى في اتاي وفي القهوه وفي العصائر وحتى في العلاجات الطبيعيه. ولكن بزاف ما كيعرفوش ان الطريقه ديال الغسيل الصحيحه راه كتلعب دور كبير في الفائده ديالو، باش يبقى لينا سكينجبير طبيعي نقي صحي وفي نفس الوقت يحافظ على النكهه القويه ديالو. كيف كتشوفوا كنحيدو من البانيو، نديرو هكا في شي كسكاس ولا في شي شبكه، كنحاول نحيد داك الخيوط الاوساخ اللي كيكونوا فيه، كنلقى فيه حجر، كنلقى فيه بزاف ديال الحوايج. نخليه يقطر شي شويه ونولي نعاود عاوتاني نفس العمليه. الطريقه راها واضحه في الفيديو. كنحيد هذاك الوسخ الاول، نولي نعاود نغسلو المره الثانيه بنفس الطريقه كيف ما درنا المره الاولى. المهم انا قلت لكم 2 المرات ولا 3 حتى كيخرج لنا الماء نقي، باش كيبقى محافظ على الفائده ديالو وعلى المذاق وعلى الطراوه ديالو. بالنسبه للسكينجبير راه مهم بزاف، راه كيساعد على الهضم، كينشط الدوره الدمويه، كيهدأ الاعصاب وكيقلل من الارق، كيطرد السموم والغازات من الجسم. وهو فاش كيكون طري راه كيتستعمل حتى في العصير، راه كيتعتبر مشروب منعش ومرطب وكيحتوي على مضادات الاكسده. المهم الحاصل الفائده ديال السكينجبير راها زوينه بزاف ومهمه للجسم. نغسلو المره الثانيه، شنو كنخرج منه. المهم كنصفيه ونخليه يقطر. بالنسبه لدوك الزيوفه اللي كنشرو فيهم راه بطبيعه الحال خصهم يكونوا نقيين، من مور كل استعمال خصنا نصبنوهم. بالنسبه لهاد السلسله هادي راه حطيت لكم في الفيديو السابق باللي هذه غادي تكون سلسله تعليميه، لان بزاف ديال العيالات كيدخلوا عندي الخاص وكيقولوا لي شاركي معنا كيفاش كديري تخدمي. تبارك الله العيالات بزاف ما يمكنليش نجاوب كل وحده بوحديتها. لذلك فكرت باش ندير هاد السلسله هادي، نحط فيديوهات العيالات اللي جالسين في الدار بغاو يستافدوا من هذا المشروع هذا وبغاو يخدموا على راسهم. هما يدخلوا الفيديوهات ديالي يتفرجوا فيهم، يشاركوهم مع الاصدقاء ديالهم، بارطاجيو الفيديو، ديروا لي تعاليق باش هاد الفيديوهات هادو يوصلوا للناس بزاف، الناس اللي محتاجين بهم يستافدوا منهم. كيف كتشوفوا معايا فاش كنشرو في الشمس كنخليه على حسب الجو. الا كانت الشمس سخونه راه غير 2 3 ايام راه صافي راه كيكون واجد. كنحتفظوا به في خناشي اللي كيكونوا ديال الخيش ولا هكا اللي كيكونوا شويه منفسين، كنحطوه حتى كنبغيو نستعملوه. الوقت اللي كنبغيو نخدموا به الاله ديال الطحن ديال سكينجبير انا غادي نحط لكم التصويره ديالها. كتخدم في دوك الالات الكبار. بالنسبه للعيالات اللي باغيين يديروا هذا المشروع في الدار ما توفروش على دوك الالات الكبار وداكشي ما عندهمش باش يشريوهم في البدايه، راه يقدروا يهزوا هاد السكينجبير هذا ويمشيو عند اي عطار حداهم هكا في الدرب ديالهم، ولا يديروا معاه هاد الفكره هذه. تبقى تقول له نجيب لك انا سكينجبير اللي يكون بطبيعه الحال مغسول منقي وداكشي، وهو كيطحنوا ليها. تخلصوا تتفق معاه على حسب الثمن اللي غادي يناسبه هو صافي، وتبقى تطحنوا وتجيبوا للدار تحتفظ به هكا في شي سطوله اللي يكونوا مسدودين بطبيعه الحال على ما تبيعوا، على ما تجي زعما على ما يطلبوه ليها الكليان وتبغي تبيعو.
غير هو النصيحه اللي غادي نعطيكم زعما يبقى يتطحن هكا غير شويه بشويه، ما تطحنوش كميه بحال دابا انا مثلا هنايا دايره 10 كيلو راه ما غنطحنهاش كامله، لا كنبدا نطحن غير بحال دابا هكا كيلو ولا جوج على حسب لي كوموند اللي عندي، باش السلعه كتمشي عند الناس كتكون باقا طريه وجديده والريحه ديالها كتكون باقا مزيانه. اما الا جينا نطحنوه ونخليوه عندنا مده طويله على ما نبيعوه وداكشي ما يقدر ما غاديش يبقى محافظ على الطعم ديالو. المهم الاحسن باش نديرو مع الناس يعني نعطيوهم واحد الحاجه اللي هي جديده، الناس كيثيقوا فينا، نعطيوهم واحد الحاجه اللي هي كتكون مطحونه جديده، نهار ولا يومين كاع ما نفوتوهاش. راه فاش كيتطحن بطبيعه الحال خصو يتغربل، كنعطيو للناس يعني غير داكشي اللي كيكون مصفي ونقي وداكشي، هذاك اللي كيكون فوق الغربال راه كيكون غير دوك الخيوط وداكشي ما عندنا ما نديرو بهم، هادوك كنحيدوهم، هادوك نقدروا نستعملوهم يعني باش ما نضيعوهمش، نقدروا نستعملوهم بحال دابا الناس اللي عندهم الالم ديال المفاصل، اللي عندهم البروده، داك السكينجبير راه كنديروه غير هكا في الصباط ديالنا ولا في الصابو، كندير ديك معلقه في كل صابو وكنلبسوه في رجلينا، ديك السخونيه ديالته راه كتبقى كتطلع مع الجسم وكتحسي بواحد الراحه. نقدروا نخليوه بحال هكا نديروه عاوتاني في الماء سخون عاوتاني نديرو فيه رجلينا، يعني بزاف ديال الوصفات هكا اللي كتكون طبيعيه. والبيع راه كنبيعو داكشي اللي كيكون مغربل ونقي. المهم بالنسبه لهذا الفيديو هذا كنتمنى انكم تبارطاجيوه، كنتمنى ديروا لايك وتشاركوه مع صحاباتكم باش الكلشي يستافد، ومرحبا بكم بتعليقاتكم وافكاركم الفيديو الجاي ان شاء الله.